تحتل منطقة الأغواط موقعا جغرافيا متميزا أهلها لأن تكون بمثابة مفترق للطرق، وقد مكنها هذا الموقع من التأثر والتأثير في محيطها القريب والبعيد. بهذه الصفة عرفت منطقة الأغواط مختلف الحقب التاريخية التي تزامنت مع تعاقب الحضارات بما ينجر عن ذلك من تبادل اجتماعي وثقافي واسع النطاق. تركت الحضارات والثقافات المتعاقبة أرصدة ثقافية رائعة شملت خاصة العلوم والعمران وأسلوب حياة السكان. كما تزخر منطقة الأغواط بمناظر طبيعية خلابة جادت بها يد الخالق من هضاب وأودية ورمال، زادتها يد الإنسان رونقا فأبدعت الواحات الغناء. تضافرت المناظر الطبيعية ونشاطات الإنسان الحضاري فأقامت صروحا عمرانية وثقافية قاومت الزمن ولا تزال قائمة إلى اليوم. وأضافت إليها يد الإنسان اليوم فأضفت على المنطقة طابعا أكثر حداثة وأدخلت إلى المنطقة أنماط الحياة العصرية. تلاقت هذه المعطيات من تحرك بشري وتبادل ثقافي وطبيعة فأنجبت مدينة عين ماضي التي تبعد عن الأغواط ب70 كيلومترا على طريق الغرب المؤدية إلى وهران. وقد اختلفت الروايات حول تأسيس عين ماضي. إن الحديث عن تأسيس بلدة عين ماضي انطلاقا من أهم المصادر التاريخية التي تكلمت عن ذلك، نختار منها ابن خلدون الذي تكلم عن شخصية ماضي بن يقرب. هذا ماضي بن يقرب الذي جاء إلى هذه الجهة، ويذكر أنه هو الذي أسس بلدة عين ماضي في القرن الخامس الهجري، ما يقابله 11 ميلادي. أسست مدينة عين ماضي في منطقة تتميز بطبيعة معتدلة بالمقارنة مع المناخ الصحراوي، وتحيط بها مساحات خضراء وبساتين نمت بفضل وفرة الماء، فكانت بحق واحة غناء. كانت الحضارة الإسلامية أكثر الحضارات تأثيرا واستقرارا في المنطقة، وتشهد على ذلك القصور القديمة والزوايا التي تبرهن على الأهمية التي اتخذتها الحياة الروحية في المنطقة وضواحيها. وقد ذكرت في كتب المؤرخين والرحالة وخاصة في مقدمة ابن خلدون كحاضرة علمية يؤمها العلماء والزهاد والمتصوفون. كانت المدينة مهدا لميلاد الزاوية والطريقة التيجانية التي استطاعت إرساء قواعدها كطريقة جزائرية رغم المنافسة القوية للزوايا الأخرى القادمة من المشرق آنذاك. سيدي أحمد التيجاني رضي الله تعالى عنه هو الذي ولد في هذه القرية، في قرية عين ماضي، سنة 1150 الموافق ل 1735 الصحيح 1735. درس فيها وتعلم ولم يفارقها إلا وسنه 21 سنة. خرج سيدي أحمد التيجاني كما قلنا سنه 21 سنة بغرض الأخذ عن أهل الله وزيادة التعرف على علم التصوف، ثم أدى فريضة الحج واتصل بجمع من أهل الله في هذه الأوطان كلها، ثم بعد ذلك عاد إلى الجزائر، عاد إلى وطنه. الشيخ سيدي أحمد التيجاني كان داعية إلى الله ليس بالقول فقط إنما كان بالفعل أيضا. كان الناس يتوسمون فيه الخير ويعرفونه بهذه الأوصاف الحميدة. لما أعلن الإذن في الطريقة التيجانية هرع الناس إليه وأخذوا عنه هذه الطريقة، لأن المحاسن التي كانت سابقة تدل على صدقه وعلى ولايته. بعد إرساء القواعد أخذت الطريقة في الانتشار لتصل إلى دول إفريقيا الغربية والوسطى كنيجيريا والسنغال ومالي وتشاد وكوت ديفوار والكاميرون وليبيريا، ثم إلى السودان ومصر، وانتقلت حتى إلى أوروبا وآسيا وأمريكا.
نشطت الطريقة في نشر مبادئها وأسسها وتعاليم القرآن ودراسة السنة والفقه والشريعة والدعوة إلى الصلاح، واستطاعت أن تجمع حول نفس المثل العليا أقواما ينتمون إلى حضارات مختلفة ويتكلمون لغات متعددة ومن مستويات علمية متنوعة، من البدوي الأمي إلى الجامعي الأوروبي والأمريكي. هناك 4 أسباب رئيسية لانتشار الطريقة التيجانية بهذا الشكل. السبب الأول السياسة المتبعة من طرف شيخ الطريقة التيجانية سيدي أحمد تيجاني رضي الله تعالى عنه، حيث عمل على إرسال سفراء روحانيين ربانيين إلى مختلف المناطق والبلدان. سيدي علي برادة حرازم الفاسي كان بالمغرب وهو خليفته الأول. سيدي الحاج علي التماسيني القطب التماسيني كان بتماسين وأقصى الصحراء. سيدي محمود التونسي، سيدي إبراهيم الرياحي التونسي بالقطر التونسي، وهكذا جعل جملة من السفراء يضطلعون بمهمة نشر الطريقة التيجانية بهذا الشكل. هذا سبب أول، وقد قاموا بها على أحسن وجه وبإخلاص شديد. السبب الثاني الطريقة المثلى التي تعامل بها التيجانيون مع أهل الدول الإفريقية، فقد وجد الأفارقة الذين كانوا على ديانات مختلفة كالوثنية وغيرها وجدوا معاملة مثلى من قبل أتباع الطريقة التيجانية، فدخلوا في هذه الطريقة أفواجا وعرفوا سماحة الإسلام من خلال هذه الطريقة. ولذلك نجد أن أكثر الدول الإفريقية اليوم هي دول تيجانية من الرئيس إلى المرؤوس. السبب الثالث سيدي علي برادة حرازم الفاسي كتب كتاب جواهر المعاني، وهو الكتاب الأم في الطريقة التيجانية، كتبه في حياة سيدي أحمد تيجاني، وهذا الكتاب عرف المريدين وعرف الناس في حياة سيدي أحمد تيجاني رضي الله تعالى عنه، عرفهم بالطريقة التيجانية فاعتنقوها واتبعها كثير من العلماء في حياة سيدي أحمد تيجاني بسبب اطلاعهم على الآثار العلمية التيجانية، وخاصة كتاب جواهر المعاني. السبب الرابع والأخير هو أن طريقة سيدي أحمد تيجاني طريقة شكر ويقين، انبنت على هذا المنهج المعروف في دنيا التربية الصوفية، وهو منهج الشكر واليقين، قليل من الأذكار مع كثرة اليقين، وهو ما سهل انخراط الأتباع في هذه الطريقة بالملايين. واليوم صار يدخل إلى الطريقة التيجانية بين 5 إلى 10 مريدين يوميا، وهو عدد يجعل من الرقم الإجمالي لأهل هذه الطريقة يتراوح بين 370 مليونا و410 ملايين، وفي بعض الإحصائيات المغالية نوعا ما هو نصف مليار من الأتباع. تقوم الطريقة التيجانية على العمل الجماعي وتتخذ شعارا لها النحلة والنملة، ولم ينضب معين الطريقة من الدعوة إلى الحب والسلم وإلى أن نحب للآخرين ما نحب لأنفسنا، كما تبرز القيم الروحية والإنسانية والجمالية لتقدم الدين الإسلامي في صورته وجوهره الحقيقيين، وتحمل إذن قيم التسامح والسلم كفضائل أساسية عملا بتعاليم الإسلام الذي يرفض التطرف والإكراه ويعارض العنف بجميع أشكاله. فمنذ التاريخ وما زال هذا إلى يومنا هذا أن في الزاوية التيجانية العمل يكون جماعيا، حتى أن اتخذت هذه الطريقة شعارا حيويا، وأعتقد في تصوري أن الكثير من الأهالي يجهلون هذا الشعار وما زال واضحا. هذا الشعار على شكل نملة وشكل نحلة، وكلا النمل والنحل هي صور من صور القرآن الكريم. فبفضل هذه الطريقة استطاعت أن يلتف حولها الأهالي والسكان، وأيضا أصول التآزر والتعاون ينطلق من منطلق الزاوية، باعتبار أنها هي التي تمثل مهد هذه الطريقة التيجانية. وليس غريب إن قلت أن في يومنا هذا ما زالت بالذات هذا التضامن وهذا التعاون وهذا التآخي. ففي مواسم الحج لمن لم يستطع أن يؤدي فريضة الحج على سبيل المثال فيجد المساعدة، الذي له مأتم بطبيعة الحال
الحال يجد له أيضا العون والمساعدة. الذي لم يستطيع أو لم على الأقل يعني يمكن أن يتمكن من الزواج فيجد المساعدة من الزاوية. وأيضا في بعض الطقوس والولائم التي تشرف عليها الزاوية أو حتى في المواسم والأعياد الدينية كما جرت العادة في المولد النبوي الشريف في موسم عاشوراء وفي كثير من الأعياد كعيد الفطر وعيد الأضحى، فنجد أن الزاوية أو في عديد من المناطق بمدينة عين ماضي مهد الزاوية التيجانية فتستقطب المريدين والأحباب من مناطق شتى، لا أقول فقط من الجزائر بل أيضا من خارج الوطن، فيأكل ويشرب وينام ويجد راحته داخل هذه الزاوية باعتبار أنها المأوى لكل من هو عابر سبيل. لا زالت الطريقة التيجانية تجلب وتستقطب المريدين ولا زالت تسير على نفس المنهج الذي رسمه مؤسسها الشيخ أحمد التيجاني، سواء من ناحية القيم أو المكاسب المادية في العالم أو بعين ماضي مقر الخلافة العامة للطريقة التيجانية. ويعود هذا الحفظ لتراث الزاوية إلى أن مؤسسها كان عميق التقوى وله تأثير روحي ويتحلى بالاستعداد والبساطة في التعامل مع المؤمنين مهما كانت مرتبتهم، مما جلب له احترام العديد من الأتباع جاءوا من جميع الأصقاع. تعد الزاوية التيجانية من التحف الأثرية والفنية التي تزخر بها الجزائر وتنتظر من يكتشفها. لهذه المزايا والآثار كلها أصبحت عين ماضي والزاوية التيجانية بالذات مقصدا للسياح من أنحاء العالم. يزور مريدو الطريقة التيجانية وزوار عين ماضي عامة قصر التيجانيين القديم المعروف بالقصر الذي يكتسي قيمة تاريخية كبيرة، وهو يضم أقدم مسجد بالمدينة المسجد العتيق ومسجد محمد الحبيب حفيد الشيخ وضريحة، وهو معروف بالدربوز، ويوجد بهذا الحي منزل مسقط رأس الشيخ الطريقة التيجانية أحمد التيجاني. تندرج عين ماضي بما تحتويه من معالم أثرية وثقافية ودينية في إطار السياحة الصحراوية التي تمثل عاملا مهما من عوامل التنمية المستديمة المسؤولة، ويمارسها كثيرون من السياح الذين يبحثون عن الجوانب الثقافية كالطرق الدينية والقصور، ومن ضمنها الزاوية التيجانية. من معالم عين ماضي أيضا قصر كردان الشهير الذي صنف كمعلم تاريخي سنة 1999، ويروي قصة أوريلي بيكار التي أصبحت تسمى أمينة ولقبت بأميرة الرمال. هي امرأة فرنسية عاشقة الشرق، فتزوجت السيد عمار التيجاني أحد أحفاد مؤسس الزاوية، واعتنقت الإسلام وواصلت عمل زوجها بعد وفاته، وهي الآن تستريح بجانب ضريحه. وهكذا تجمع عين ماضي بين السياحة الروحية وسياحة ثقافية يتمتع بها الزائر بين أحفاد الشيخ أحمد التيجاني في جو حميمي مفعم بكرم الضيافة والتواصل مع الخلف من خلال هذه المزارات والأضرحة التي يزورها السياح للاستجمام والتبرك. وتظل عين ماضي محط الأنظار والقلوب حيث الزاوية الأم، لذلك يلاحظ أن عدد زوار هذه الأخيرة في تزايد مستمر سواء من الخارج أو من داخل الوطن. ومن هنا أولت السلطات الجزائرية أهمية بالغة لهذه المعالم التاريخية والدينية التي تعد مكسبا هاما للاقتصاد الوطني من جهة وللهوية الوطنية من جهة أخرى. لذلك رصدت مبالغ هامة قصد الحفاظ عليها وترميمها
ولتشجيع هذا النوع من السياحة بنوعيها، أي السياحة الصحراوية والسياحة الروحية، كما تم الاهتمام بالهياكل القاعدية والمنشآت السياحية سواء بعين ماضي مقر الزاوية أو بعاصمة الولاية، وهذا لضمان المتعة والراحة للزائر. فبهذا الجو الصوفي تظل الرحلة عالقة في العقول والقلوب حتى لمن فاته أخذ صور تذكارية.